هو صحيح ستالين اتسبب في موت ابنه. ستالين كان واحد من أشهر حكام القرن العشرين، وكان أكتر الديكتاتوريين دموية، وكان السبب في نهضة الاتحاد السوفيتي وتحويلها من دولة إقطاعية لدولة صناعية كبيرة. اتولد جوزيف ستالين في 18 ديسمبر 1878، وفي سنة 1901 انضم لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي قبل ما ينفصل لحزبين سنة 1903: حزب المناشفة بقيادة يوليوس ماريتوف، وحزب البلاشفة بقيادة لينين اللي انضم ليه بعد كده. اتجوز ستالين من زوجته الأولى كانوس فينتيز، وخلف منها ابنه الكبير باكوف، وماتت زوجته الأولى في سنة 1907. وفي سنة 1917 تقوم الثورة البلشيفية على قيصر روسيا، ويتولى لينين رئاسة روسيا اللي بقت بعد كده الاتحاد السوفيتي، ويعين ستالين أمين عام للحزب الشيوعي. وفي يناير عام 1924 يموت لينين، وتتشكل حكومة مكونة من ستالين وليف وجريجوري.